نحكيو عليها برشا خاطر تشبهنا في الوضعية الاقتصادية متاعها من ناحية الثروات الطبيعية، من ناحية الاعتماد على السيكتور القطاعات الاقتصادية. بلاد ديما تصير بيناتهم مقارنة، هي تونس بلد شقيق مهم. المغرب الأقصى. مهم. الخبر الايامات وانه يقول فما خرجت هي عندها مده انه هناك 13 الف شركه مهدده بالافلاس في المغرب. شنو هي الاسباب هذا؟ باهي. جوستومون أنس اليوم اخترنا باش نحكيو على المؤسسات الصغرى أو والمتوسطة المغربية، أما باش نرجع جوست باش نعطي ان بتي ديتاي اللي 27 جوان اللي فات احتفلنا باليوم العالمي للشركات الصغرى والمتوسطة. وكما تعرف أنس الشركات هذوما عندهم أهمية كبيرة في خلق مواطن الشغل وحتى في النمو الاقتصادي. دونك حسب الإحصائيات في العالم، هل ام بي ام نسميهم احنا لي ميكرو بوتيت موين انتربريز يمثلوا أكثر من 90% من الشركات في العالم، ويوفروا زاد أكثر من 60 و70% من مواطن الشغل زاد في العالم. كيف ان اوتر شيفر كي تري امبورطون ولا رقم مهم برشا اللي هو الشركات الصغرى والمتوسطه ولا لي ام بي ام يساهموا في اكثر من 50% من البي بي العالمي. دونك هذا كانت الرمزيه نتاع 27 جوان اللي هو اليوم العالمي للاحتفال بالمؤسسات الصغرى والمتوسطه. دونك نرجعوا توا للموضوع نتاعنا نتاع المغرب. دونك كيف ما قلت انت انس، فما تقرير خرج في افريل اللي فات، خرجته منظمه اليانز تريد، واللي هو يقول انه فما احصائيه ولا فما اون استيماسيون بلوتو تقول اللي 13000 شركه في المغرب مهدده بالافلاس لسنه 2023. توت ان ساشون انس اللي في سنه 2022 فما اكثر من 12000 شركه مغربيه افلست في العام هذاك. دونك بنات الاسباب اللي ترجح اللي تخلي الشركات هذه ولا تخلي الرقم هذايا 13000 شركه مهدده بالافلاس في المغرب، من بينات الاسباب هذوما اللي يذكرهم التقرير هو ارتفاع نسبه التضخم في المغرب اللي وصل الى معدل 9.4% في الثلاثيه الاولى من سنه 2023 مقابل 4% في نفس الفتره في سنه 2022. عندك زاده مشكله الاقتصاد الموازي انس، هما زاده يعانيوا برشا من مشكله الاقتصاد الموازي او بما يسمى زاد الاقتصاد الظل، واللي هو يمثل اكثر من 30% من البي بي نتاع المغرب. احنا كان نفكروا بتونس احنا وقتها كيف حكينا قلنا يمثل ابوبري 36% 36%، المغرب يوصل حتى 30%، واللي هو فوق المعدل العالمي. انه المعدل العالمي يقول لك الاقتصاد الموازي يمثل ابوبري 17% من البي بي العالمي. دونك عندك زاد لي بي ام في المغرب ياسر يتشكاو من الضرائب زاد كيفنا نحن. دونك كما الشركات التونسيه يقول لك ارتفاع نسبه الضرائب اللي توصل بين 20 و 35%، لو تو دامبوزيسيون نحكي اللي قاعد ياسر زاد يقلق في لي بي ام ماروكان. عندك زاد لو تي ام ام نتاعهم غاديكا قاعد يطلع توا دوبي سبتمبر اللي فات طلع 3 مرات، هو تو في حدود 3%. دونك كيف ارتفاع نسبه الفائده في المغرب قاعده ياسر تقلق في لي بي ام في المغرب. عندك زاد مشكله لاكسي او فينانسمون، مشكله التمويل كيف اللي تخلي لي بي ام ماروكان ما ينجموش يتحصلوا على التمويلات اللازمه باش ينجموا يعملوا الاستثمار نتاعهم. دونك فوالا انس شنو اخر. دونك فوالا سي سا المشاكل اليوم. حتى سنة 2023 هي سنة بعنوان سنة الاستمرار قبل الاستثمار بالنسبة للشركات المغربية. دونك سيتي سا ان بو لو كونتكست نتاع الشركات المغربية. اما جو فو جوست غولاتيفيزي شوية بارابور 13000 شركة مهددة بالافلاس في المغرب. لازمتني نقول لك انس انه راهو فما ابوبري 90000 شركة تتأسس في المغرب من عام لعام. دونك جوست نعطيو شويه نسبيه خاطر نقولوا 13. باش ننسبوا فوالا الرقم باش هذا. نناسبوا الرقم هذايا. فوالا سفيان، مش كاين المعطيات والارقام اللي عطيتهم لي يفكرونا شويه نفس المشاكل اللي في تونس؟ هو بالضبط كان مش نعملوا مقارنه. انت هلا مازلت كي حكيت على حكايه الضرائب والضغط بتاع الضرائب اللي نقولوا نحن يظل في لا تونس بريسيون اكثر فيسكال. ضرائب. هو حسب المعطيات المتوفره الرسميه بالطبيعه، خاطر باش نحكيو في الموضوع. المعطيات الرسميه تقول لك في المغرب البريسيون فيسكال راهي في قريبه ل 29%. في تونس نحكيو على رقم قريب ل 25%، هذا حسب المعطيات الحكوميه. لكن في نفس الوقت في المغرب ولا في تونس فما برشا خبراء يقولوا لك راك كي تجي تحسب على ارض الواقع راهو الضغط الجبائي بعيد عن النسبه هذه، وفما حتى اللي يحكي على 45% و42%. لكن بالطبيعه هذه ماهيش معطيات
رسمي. يعني هذه تو مثلا تيمام كي تدخل لنا هاله 3% برشا، احنا تبارك الله 3% نحلموا بها نحلموا بها 3%. نحن فوق 8. هو راهو فما معطيات اخرى مهمه. الاقتصاد المغرب معناه يرتكز برشا على لي بي ام او ولا لي تي بي ام او ولا لي زم بي ام او. لي بي ام او هي الميكرو انتربريز، التي بي ام او سي لا تري بوتيت انتربريز. بربي اعطينا تو نعرفوا احنا نعرفوا البي ام او المؤسسات الصغرى والمتوسطه، ميكرو انتربريز في المغرب حسب قداش من فرد فيها؟ يقول لك فيها اقل من 10 موظفين، هي ميكرو. لكن في نفس الوقت يقول لك رقم المعاملات اقل من 300 ألف دولار، اللي هو راهو رقم مهم جدا. 300,000 دولار ونحكي على 900 مليون بالضبط، ما يقابلش بعض. سامحني 300 ألف دولار مش درهم. لا الرقم بعيد. وهذه مشكله مطروحه. يقول لك كيفاش تصنفني انا كشركه صغرى ولا صغيره جدا وانا من المستحيل نوصل الرقم المعاملات هذه. الحاجه الاخرى لازمنا نذكروا انه في المغرب عدد الشركات الصغرى والمتوسطه راهو 4 ملايين، معناها نحكيو على برشا شركات. وعكس ذلك الشركات الكبرى 300 فقط. معناها هون نشوفوا انه المغرب معناها على ارض الواقع اقتصاد يرتكز اساسا كان على الشركات الصغرى